اهلا شاركس، انا عبد محمود مؤسس دي اكس 1 وعندنا فرصه. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شرح تانك. هنتكلم عن الحلقة الثامنة من الموسم الثالث شارك تانك وتحديدا دي اكس 1. الشركة متخصصة في مجال الاي اي او الجنريتيف اي اي، يعني باختصار كده عن بيعملوا برنامج شبه تشات جي بي تي ولكن متخصص اكتر للشركات. الشركة شغالة بقالها 4 سنين ومعاها 40 عميل ضخمين جدا، بنوك، شركات كبيرة، وزارات. فالشركة عاملة شغل تقريبا ب3 مليون دولار في السنة، يعني حوالي 150 مليون جنيه مصري. ولكن الأسك بقى بتاعهم هو اللي كان حاجة تخض جدا، طالبين 150 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة. ده أعلى تقييم اتقدم في البرنامج، مقيمين الشركة بمليار ونص. بدأ كلامه في البيتشنج بجملة أنا بعتبرها جملة خطيرة جدا. قال 75% من الشركات فشلت إنها تطبق الجنريتيف اي اي، وبيقول دي أكنها يعني صدمة، فده موضوع مهم إن احنا نشتغل عليه. في إيه؟ إن ده الطبيعي جدا. أي حد بيحاول يعمل حاجة جديدة، القانون الطبيعي ان في 70% هيفشلوا و30% هينجحوا. يعني دي مش حاجة غريبة خالص. حتى الحيوانات المفترسة حوالي 7 محاولات فاشلة من اصل 10 محاولات في الصيد. يعني الموضوع مش غريب، ودايما احنا بنكرر ان يا جماعة الفشل هو الطريق للنجاح، ومفيش حد نجح من اول مرة، والناس بتجرب وتفشل مرة واثنين وثلاثة وبعدين تتعلم وبعدين تنجح نص نجاح وبعدين تنجح جامد. يعني المواضيع كلها بتمشي بالطريقه دي. فانا ما اعرفش هو كان عايز يقول ايه من الجمله دي، واعتقد ان هي داخله كده مش موفقه. طيب السيستم بقى اللي هم بيعملوه سيستم اسمه اوركسترا. في ميزه كبيره هو اتكلم عنها، ان انت عاده لو جبت اي سيستم او جنريتيف اي اي فبدات تساله اسئله ويرد عليك، لو انت مش عارف الاجابه مش هتبقى متأكد من دقة الإجابة اللي هو بيقولها لك. فهم عاملين زي سيلف تيستنج كده جوه البرنامج بتاعهم، انك بعد ما بتغذيه بالمعلومات بتبدأ تسأله وهو بيقيم دقة الإجابة بتاعته من المعلومات اللي موجودة، فيقدر يقول لك ان انا الدقة بتاعتي قد ايه، وبيوصل المفروض ان الدقة العالية قوي. يعني هو موضوع تكنيكال كاد معقد، ولكن هو يعني في ميزة عندهم. هم بيعملوا تقريبا كل سنة عاملين عقود ان القيمة دي بتزيد حوالي 100%. يعني اللي بيبيع السنة دي ب3 مليون، السنة الجاية ب6، السنة اللي بعدها هو عايز يوصل ل12، وهكذا. هو بدأ فعلا 1 2 ثم 3 ثم 6، والسنه اللي مستنيها يعني دي ب 12 مليون دولار. عامل شراكات كده او بارتنرشيب صغيره مع شركات كبيره زي نيفيديا ومايكروسوفت، وده بيسبورت البروجكت بتاعه. هو بصراحه بيعرف تفاصيل تكنيكال كتيره انا كنت شايف ان مش مكانها، لان الناس اللي قدامك دول بتوع بيزنس مش بتوع تك، ولكن هو بتوضح قد ايه هو فاهم الشغلانه بتاعته وعارف تفاصيلها وعارف ارقامها وبتودي منين. فدي كانت من النقط الكويسه، بتبين ان هو داخل جوه الشغل بتاعه كويس قوي وشارب الشغلانه. طبعا بما انها يعني شركه تك من الدرجه الاولى، فما كانش غريب خالص ان لما تسال الفلوس هتروح فين او هتعمل ايه بيها، ان اغلب الفلوس هتروح تك، وده امر طبيعي جدا. ولكن اللي مش طبيعي ان هو قال ان هو خد استثمار بقيمه 6.7 مليون دولار في خلال الفتره اللي فاتت، منهم اخر مره بس ب4 مليون دولار. طب انت واخد 4 مليون دولار اخر مره وبايع جزء من الشركه هو ما ذكروش، جاي دلوقتي تطلب 3 مليون دولار اللي هو اقل منها؟ يعني الموضوع مش واضح قوي. عاده يعني كل لفه او كل دوره استثمار بتكون اعلى من اللي قبلها، فمش عارف هو ليه عامل كده. هل هو مقدم في مكان تاني برضو عشان يحاول ياخد نفس الرقم او عايز ارقام اعلى؟ دي ما كانتش كتير قوي بالنسبه لي، وبتشكل بالنسبه لي علامه استفهام. لما الشوركس بقى بدأوا يفهموا الموضوع كويس قوي، بدأوا يتكلموا معاه ان في شركات ماشيه في نفس السكه اللي انت بتعملها، ويمكن بارقام ارخص بكتير قوي من اللي انت بتبيع بيها. طب انت ليه بتعمل كده؟ وبدأ يحط شويه مميزات يقولها. المميزات دي ممكن تكون كانت ميزه من 4 سنين لما هو بدأ، لكن النهارده الشركات كلها رايحه في الاتجاه ده، وفي شركات اكبر منه بكتير. وبالذات محمد فاروق بدأ يقول له لا ده بكذا وده بكذا، لان واضح ان هو شاري سيستم مشابه اللي عنده. الحته بقى اللي هو قاعد يزنقه فيها ويحوط عليه كده لغايه لما قال له لا انا فعلا، يعني هو عمال يقول انها تكنولوجي مختلفه او مختلفه عن الباقيين، حفر يقول لا ده موجود وده موجود وده موجود، لغايه لما قال له هو الحاجات دي موجوده، لكن احنا عملناها بسبورت عربي موجود فيها العربي، وموجوده هنا في مصر تقدر تاخد الكاستمر سبورت بتاعك. فهو بيحاول يبيع الفكره برضو ليهم ان هم عندهم شركات ويبيع لهم الموديل ده او السوفت وير ده عشان يستخدموه عندهم في الشركه. واعتقد ان ده كان المين ريزون هو جاي ليه،
لان هو حاطط رقم كبير جدا ممكن يكون حاطه عشان يترفض، ولكن قدر يجيب ديلز على فكره معاهم كلهم ان هو يشغل اوركسترا عندهم تقريبا كلهم في الشركات، فميبي يكون هو ده الهدف بتاعه. الجزئيه بقى اللي قالها في الاخر وتعتبر ميزه حقيقيه ولكن ما صرحش عنها، هو قال ان هم مقدمين على 6 بيتنسي يعني براءة اختراع، ولكن لسه ما خدوهاش فمش هيعرف يقول التفاصيل. ولكن قال حته خطيره قوي ان هم شغالين على حاجه معينه تقلل استخدام الجي بي يوز او تخليك تقريبا مش عايزها وتستخدم السي بي يوز العاديه. ولو مش عارفين الفرق بين الجي بي يو والسي بي يو تقدروا تكتبوا لنا في الكومنتات ونعمل لكم فيديو صغير على الفرق بين ده وده. الكلام برضو من اللي اتقال من شاركس في قصه جميله اتقالت على ابلكيشن بيقول لك احب اشاركها معاكم. بيقول لك تقريبا يعني اغلبنا كان عارفوه، هو ابلكيشن ليه علاقه بالزحمه وكنا بنكتب عليه، وصل لمرحله من المراحل كان متقيم بحوالي 45 مليون جنيه مصري، وده من كذا سنه، فكانت كمان الرقم ده كبير يعني. وفضل مصمم ان لا هو انا ماشي كده صح وانا ماشي بالطريقه دي وانا لسه شويه ومش هبيع دلوقتي، لغايه لما في يوم وليله حرفيا جوجل ترافيك بقى موجود في مصر وبيقول لك ملوش اي قيمه، لان شركه اكبر من بيقول لك بكتير جوجل ونزلته بشكل اسهل وشكل ادق، ففجاه حصل دروب رهيب للفاليو بتاعت بيقول لك. ودي دايما قصه بنقولها لاي حد، بص ايه اللي بيحصل حواليك في السوق، ما تتغرش في ارقامك وحاول يبقى عندك فيجن وعندك كلير فيجن لكل اللي بيحصل حواليك. وللاسف عشان التفاصيل والفالويشن العالي الكتير اللي هو كان مقدمه ما خدش اي عروض من اي شارك، لان زي ما انتم عارفين ان قانون البرنامج ما يقدروش يقللوا عن القيمه اللي هو طالبها اللي هم ال 150 مليون لازم يدوها له، فما خدش اي اوفر. وده كان ملخص الفقره بتاعه دي اكس 1 في الحلقه الثامنه من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا فورا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.